السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبايبي، ايه رأيكم في المراوح الجميلة دي؟ عملناها من الجلاش، عملنا احلى مراوح من الجلاش. عايزين تعرفوا عملناها ازاي والمروحة الجميلة دي اتعملت ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض احلى حاجة حلوة، هنعمل مراوح الجلاش او مراوح الاميرات. هنعملها ازاي دي؟ هقول لكم. عندنا لفة جلاش نص كيلو، تمام حبايبي؟ هنقسمها على 4 أجزاء. يعني هنعمل كده، بسم الله. طبعا احنا ايه عينينا كده ايه ميزان كده كده. تمام حبايبي، بقت 4 أجزاء. هناخد جزء منهم كده، بسم الله. تمام. هنعمل فيه ايه بقى؟ هقول لكم. نسويه كويس بس، وهنقسمه 2. بس كده تمام. نركن على جنب بقى. دلوقتي حبايبي هناخد ورقتين كده مع بعض. تمام حبايبي، 2 اهم. عارفين المراوح اللي كنا بنعملها لاولادنا وهم صغيرين؟ نعمل لهم كده بالورق. احنا هنعمل الجلاش ده زي المروحه اللي كنا بنعملها لاولادنا وهم صغيرين، او احنا كنا بنعملها احنا كمان واحنا صغيرين. بصوا، وهنتنيها نصين كده بس بالشكل ده. بصوا بقت مروحه. شوف بقت جميله ازاي. عندنا بقى خله سنان اللي هي الخشب دي، علشان نقفل على المروحه بتاعتنا هنجيب خله السنان ونيجي من الطرف كده نروح ايه عاملينها بالشكل ده كده بس. بقت بالجمال ده. نجيب الصينيه بقى ونرصص اللي احنا هنعمله. نعمل كمان واحده، نعمل كمان واحده، نجيب برضو اهم 2 وهن ايه نطبقهم زي المروحه كده. متاخدش حاجه خالص. تمام. وهنتنيها نصين كده قد بعض اهو، وبخله السنان هنقفل عليها من هنا عشان ايه ما تفكش، هتبقى كده. شفتوا بقى عامله ازاي؟ ونرص عندنا ايه في الصاج. سهله قوي قوي قوي، وبتبقى جميله قوي 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 حقيقي. يعني تعمليها مثلا ايه في المناسبات، عندك حفله، عندك عيد ميلاد، حلويات عاديه للولاد، هتفرحهم، شكلها هيبقى جميل وهيبقوا مبسوطين قوي بيها. بصوا اهي، وبخله السنان هنعمل كده. تمام حبايبي، بصوا هنرصها ازاي اهي. حط واحده كده، واحده عكس واحده، علشان ايه ما تاخدش معانا مكان. لا دهنا بقى سمنه ولا دهنا ايه زيت ولا دهنا حاجه. انا هقول لكم هنعمل ايه في الاخر. بصوا كده. هكمل بقى وارجع لكم. كده حبايبي خلصنا زي ما انتم شايفين كده احلى مراوح جلاش. بصوا الجمال، مراوح الاميرات فعلا. طيب احنا الكميه دي عملناها من ربع كيلو جلاش، يعني نص لفه الجلاش موجوده لسه ما عملناش فيها حاجه. دي هنشيلها بقى في الفريزر عندنا، وقت ما نحتاج هنطلعها وهنعمل الكميه اللي احنا عايزينها. يعني هي بترمي معانا كتير، يعني كل ده ربع كيلو جلاش بس، نص لفه الجلاش اللي احنا ايه استخدمناها. طيب دلوقتي بقى احنا طبعا ما حطيناش عليها سمنه ولا اي حاجه. هنجيب كده هنسيح كده كوبايه سمنه كبيره، وهنجيب الفرشه وهنبتدي ندهن المراوح دي. هنسمي ده كده. بصوا
احنا مش هنغرقها سمنة زي الجلاش التاني بقى، لا دي يا دوبك دهنة خفيفة كده، بتبقى تحفة تحفة. دهنة بسيطة كده، هي موفرة في كل حاجة، موفرة في الجلاش نفسه، وموفرة في السمنة، وموفرة في شربات الحلويات. الشربات بتاعنا برضو هنشوف هنسقيها شربات ازاي، وهتبقى مقرمشة وجميلة، وهيبقى شكلها تحفة، وهنزينها بأحلى زينة، حاجات جميلة بقى. بصوا الجمال كده. هكمل بقى ايه الباقي وهرجع لكم دلوقتي. حبايبي بصوا كده دهناها بسمنة خفيفة خالص. هندخلها بقى الفرن على الشبكة على درجة حرارة 170. خلي بالكم هي ما بتاخدش سوا خالص، خلي عينيكم عليها، يعني هي 10 دقايق وخلاص، وممكن اقل من 10 دقايق كمان. تمام حبايبي، هندخلها الفرن وهنرجع نشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. دلوقتي حبايبي الجلاش بتاعنا استوى، احلى مراوح جلاش عملناها. طيب احنا المفروض هنسقيه شربات دلوقتي. تمام، هنعمل الفرشة كده بالشربات، وهنيجي ايه نعمل كده. احنا عايزينه مفهوش عسل كتير او شربات كتير كده، بتطبطبي كده عليه، ما هي مراوح بقى لازم نطبطب عليها عشان ما تتكسرش. بصوا حبايبي سقينا المراوح بتاعتنا بالشربات. طب احنا عايزين نزينها، هنزينها بايه؟ هنزينها بحاجات بقى ايه بسيطة. عندنا فستق كداب، وعندنا جوز هند، بس هنزينها برضو بشكل جميل. ايوه حبايبي، هناخد واحدة كده، هي طبعا احنا ساقيينها شربات، احنا دهنينها مش ساقيينها. هننزل في الشربات بتاعنا بالشكل ده كده، الشربات اللي هو ايه بتاع الحلويات بطرف المروحة بس كده. تمام، ونروح نازلين في جوز الهند الطرف بتاعها بس كده من ورا كده وكده. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ ايه رأيكم؟ شايفينها اهي، ونرص جنب بعض. طبعا الخلة موجودة، الخلة سهلة قوي ان احنا نشيلها. بصوا اهي الخلة هنشيلها بالشكل ده كده، سهلة قوي. تمام، طيب دلوقتي بقى ايه هنعمل واحدة كده ايه مع بعض بالفستق الكداب. هنشيل الخلة اهي، هنشدها كده، بصوا اتشد مفيش اي مشكلة. هننزل في الشربات الحرف بتاع المروحة بس، وهننزل في الفستق الكداب. عندكم فستق مش كداب حلو قوي. بصوا الجمال، بصوا عامل ازاي، احلى مروحة، مروحة اميرات فعلا. هنحط كده واحنا بنزينها كده، نمسكها بالراحة خالص كده، الطرف بتاع المروحة في الشربات بتاع الحلويات. مش هنكلف نفسنا، لا هنقول بقى عسل ابيض ولا الكلام ده. هنيجي كده، عايزة بقى تزينيها ممكن نسيح شوكولاتة ونزينها بالشوكولاتة. الطروف دي ننزلها في الشوكولاتة كده بتبقى جميلة. بصوا الجمال، بصوا عاملة ازاي. هكمل بقى الكمية دي وهرجع لكم. دلوقتي حبايبي خلصنا احلى طبق مراوح الجلاش، احلى طبق، شكله تحفه تحفه تحفه. مراوح الاميرات يا جماعه، المراوح دي بتاعه الاميرات، عملناها بطريقه سهله وبسيطه وخفيف جدا، ما خدش مننا لا سمنه ولا شربات، كلها ايه دهناها بالفرشه، ما حطيناش ما دلقناش زي الجلاش التاني، لا بالفرشه كده، ودهنا السمنه ودهنا ايه الشربات بتاعه، وزيناه بطريقه سهله وبسيطه بالفستق الكداب وجوز الهند. طالع شكله حكايه حقيقي. اعمليه بقى في اعياد الميلاد، في الخطوبه، هيشرفك قدام ضيوفك.
حبايبي جربوا بالطريقة دي هيعجبكم جدا، وما تنسونيش في الدعاء. اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.